السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو باذن الله يعجبكم ان شاء الله. وسامحوني بقى على صوتي، لان بصوا البرد عندي مبهدلني. البرد بيروح اسبوع ويجي يقعد معايا شهر. حتى في التعب مش بيعدل. المهم الحمد لله على كل شيء. بتمنى منكم كده قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نقول لكم احنا عاملين ايه والزرع الجميل ده ايه. ما تنسوش امي من الدعاء، تدعوا لهم دعوة حلوة كده ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ام وابويا وجماعة امواتنا ان شاء رب العالمين. وطبعا ما ننساش اخواتنا في غزة وفلسطين وفي كل الدول العربية، في سوريا واليمن ولبنان وكل الدول العربية. ندعو لهم ان ربنا ينصرهم باذن الله، وربنا يثبت اقدامهم، وربنا يبعد عنهم اي اذى يا رب. اللهم امين يا رب. الزرع الجميل اللي قدامكم ده كزبرة وشبت. فجأة كده قررت ان انا ازرع الحاجات دي. بصوا الفكرة في الموضوع ده ان انت بتستمتعي كده وانت بتعملي الحاجة الحلوة دي، وتتلاقي الانتاج بتاعها حلو قوي. كمان الجمال في الحاجات دي في الموضوع ده اما تطلع بقى. انا كنت بزرعها وبقول يا تطلع يا ما تطلعش. فجأة كده واحنا على السطح انا وجوزي قلنا نزرع اللي هو الكزبرة والشبت دي. جبنا بقى اللي هو الجيركن، قسمناه من فوق كده وحطينا فيه الشربة دي. الشرب ده لازم يكون ناشف. بتسقيه طبعا الاول، بتسقيه كويس جدا. وبيكون الجيركن ده لو ماهوش مخرم من تحت خرميه بالمسمار كده علشان المية الزيادة تنزل. ماشي. وبعدين بتسقيها كويس، بتسقي الطينة دي كويس. التربة بتاعتك، هنقول التربة بقى، آه، او الارض بتاعتك. والله العظيم الفكره جات لي وانا قاعده على السطح كده عند الطيور بتاعتي. بس الجمال والمتعه في ان لما تعملي الحاجه دي وتطلع معاكي بقى. دي البذور اللي انا هزرعها. مش عارفه هي اي نوع من الاتنين دول، اي نوع من التلاته اللي هو الكزبره والشبت والبقدونس. المهم هم 3 نوعين منهم. كان اخويا جايبهم، فانا اخدت منه شويه. طبعا اللي هيزرع جوزي باذن الله ربنا يبارك فيه ويخليه لي يا رب. هو اللي هيزرعها. فقلبهم كلهم مع بعض كده، وبعدين بعد ما سقاها بدأ يرش البذور دي على التربة. بدرها كلها كده علشان في كل المكان، عشان ما فيش مكان يجي فيه ومكان لا. وهو بشيل الغطا كده البذور كلها وقعت. البذور كلها وقع. بصوا انا كنت عايزه اسيب لكم الصوت الاصلي على الفيديو، بس والله العظيم كان فيه كميه ضحك موت الموت. لان الفكره جات لنا فجاه كده، وساعه ما شال الغطا دي انا كنت ميته من الضحك. آم، المهم هو بعد ما عملها كده بقى، جاب شويه شرب ناعمين. انا عامله الشرب ده، التربه اللي هو الشرب ده شرب على رمل، عشان الرمل يسهل الجذور تمتد لتحت. بعد ما بدر البذور بقى رشها كده بالشرب والرمل برضه. وبعد كده هيرششها ميه كده. لو عندك ازازه من اللي هي ازازه الكاكولا او البيبسي او الحاجات دي، الغطا بتاعها خرميه بالمسمار كده ورشرشي بيه. احنا بقى يعني ما كناش مجهزين ولا اي حاجه، فهو عمل رشها بايده كده عادي، ما فيهاش اي مشكله يعني. احنا قلنا نجرب نشوف الزرعه هتطلع ولا لا. تالت يوم على فكرة لقيتها طلعت. والله العظيم كنت في هقول لكم كنت مبسوطة جدا جدا ان الزرعة يعني. بصوا هي المتعة في ان لما تعملي حاجة وتلاقي الحصاد بتاعها، حتى لو هي في علبة صغيرة زي علبة السمنة اللي احنا بنسقي بيها دي. كانت عجبانة قوي. بعد ما سقناها كده رشينا مية خفيفة الأول. غطيناها بقى بالبتاعة دي بأي حاجة عندك غطيها وسيبيها بقى. تاني يوم شيليها. ده تالت يوم. تالت يوم لا 5 يوم، لان انا تالت يوم كانت لسه صغيره وكنت عايزه اصورها لكم. بس كنت لسه في بدايه التعب بتاع البرد وكان مموتني، ما قدرتش اطلع اصورها وكده. بس ده بعد 5 ايام، 5 او 7، 5 ايام او 7. المهم طلعت اهي وشكلها حلو قوي. بس انا عايزه اعرف ايه بقى فيها. فروع صفرة اصفرت. مش عارفه المشكله في ان شاء رب العالمين باذن الله. لما نيجي نحصد الحصاد ده هنجيب 2 انفار كده يحصدوا لنا الحصاد ده ونوري لكم الحصاد باذن الله واحنا بنعمله. اهم حاجه تدعوا لي بقى البرد يسيبني كده ويمشي. كل شويه اعمل ليمون وشاي، ليمون وشاي، ودلوقتي عامله ينسون عشان صوتي. ايه رأيكم في الزرعة الجميلة بقى؟ والله العظيم انا كنت مبسوطة بها جدا جدا. جربي كده وانتي قاعدة مع نفسك كده، سلي نفسك، اسعدي نفسك بنفسك. انا حسيت ان هي كنا على السطح بنأكل الطيور بتاعتنا،
الفكره جات لنا واحنا